ازيك يا دكتور فادي؟ دكتور بيشو. دكتور الطبلة، دكتور الايقاع يا عالمي. قصة كبيرة يا دكتور. ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام كله تمام. ايه علاقة المزيكا بالطب وجسم الانسان؟ هقول لك على حاجة يا دكتور، ايدك اليمين فين؟ اهي. حط ايدك كده زي اه، سامع حاجة؟ حاسس بحاجة. حاسس بحاجة؟ حاسس بايه؟ دم تك دم تك دم تك. لو انت بتجري او لو انت مضطرب هيحصل ايه في النبضات دي؟ دم تك دم تك دم تك دم تك. طب لو انا ريلاكس وهادي ودماغي رايقة؟ دم تك. اول آلة بيعتبروها يا جماعة، اول مش آلة، يعني نعتبرها، احنا بنعتبرها آلة، اول آلة إيقاعية. اول ايقاع عرفوا البني ادم. عرفوا البني ادم، صح. عرفوا البني بس ادم. انت عارف ان هو مش دم تك، يعني هو لبدب لبدب لبدب. ايه لبدب ده يا دكتور؟ معلش. لبدب ده صوت الانقباض والانبساط بتاع سواء البطين الايمن او البطين الايسر، وهو بيضخ الدم، سواء بيضخه للرئه او بيضخه لباقي الجسم. يعني البطين الايمن بيضخ للرئه، البطين الايسر بيضخ لباقي الجسم. فلبدب لبدب لبدب لبدب. هي ماشيه كده، وهي عامله بالظبط زي عندنا حاجه برضه في المزيكا اسمها المترونوم. المترونوم ده كليك. انت بقى اللي في الكليك في البرنامج او الابلكيشن، الكروش والدبل كروش ده موضوع يا لهوي. انت اللي بتتحكم ساعتها بالسرعه يعني. فيعتبر القلب، نبضات القلب اول حاجه للايقاع. عارف البني ادم الايقاع. عارف يا دكتور، مره كنت مسافر في قطر سامع صوت بقى قضيب القطر كده، قطر بقى ماشي. لقيت نفسي بلعب على الايدين بتاعتها. انت بتقسم على البتاع، يعني هو عامل ايقاع ثابت. هو عامل إيقاع زي الدف كده، انا عامل لك ايقاع ثابت وانت بتقسم. تمام. انت عارف ان في، يعني اختصارا بس للكلام، ان في اغنيه لمحمد فوزي الله يرحمه، الله يرحمه، يستخدم فيها حركات الحصان والحدوه بتاعته موجوده في رجليه. الاغنيه اسمها تربينا يا قلبي، تربينا يا قلبي وما تقوليش السكه منين، ده حبيبي معاه، ما تقوليش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين. هو عامل ايه بقى؟ ايه؟ عمل حدوة الحصان او حركة الحنطور اللي كانوا راكبينه في الفيلم. استخدمه في الأغنية. يعني مش في مشهد الفيلم بس، لا ده في الأغنية نفسها. بالظبط كده، كان كده. الله كذا. الله حلو ده. استخدم برضه حاجة زي كده. تمام. يعني جسم الإنسان الخطوات تعمل إيقاع، خطوات الحصان تعمل إيقاع، قلبه بيعمل إيقاع. إحنا جسمنا ممكن يعمل إيقاع. تقول إزاي؟ يعني معيش آلات موسيقية، أنا مش راجل موسيقى ومش معايا آلات موسيقية، وأنا ينفع أعمل بجسمي؟ أنا معاك في النقطة دي. أنا معاك في النقطة دي. أنا فاكر زمان أنت يعني بص بقى، إحنا بتحب الموضوع ده. كان في طبعا ورش يعني إحنا قبل أي مسرحية في الجامعة كنا بنعمل ورشة عشان خاطر يدربونا على حاجات تفيدنا في المسرحية دي. تمام. فكان في بقى اللي هي اللقطة بقى بتاعت المزيكا، لما جينا نتدرب على المزيكا، أنت ممثل بيغني وبيمثل وبيرقص، ده الأسس، دي القواعد. فقال لك أنت ما معكش آلة، هتعمل إيه؟ فهنعمل كده. وكده بقى. تمام. ممكن بقى اشتغل معاك. يلا بينا. تعالى نجرب حاجة. يلا بينا. بس انا هجرب حاجة غيرك بقى، افاجئك بيها دلوقتي. ماشي. بص هتتفاجئ. يلا بينا. اتفضل يا دكتور.
الله. انت طلعت مع استاذ سعيد الارتيست في برنامج الدوم، صح كده؟ كانت كنت ضيف شرف. وكنت بتعمل كده، انت كنتش من ضمن المسابقه بس كنت ضيف شرف. واظن ان انت كنت ضيف شرف مهم، يعني من الناس المتسابقين استاذ سعيد ما قامش لحد يعني واشترك معاه. هو كان المتسابقين الموجودين كلهم بيعزفوا على آلات إيقاعية مثلا يعني. تمام. لكن كنت ضيف شرف مش بعزف على آلة إيقاعية وبعمل الشو ده. وهو أستاذ سعيد يمكن بطريقة غير مباشرة علمهوني إزاي يعني. زمان وانا عندي 7-8 سنين بتفرج على التلفزيون حفله زمان قوي، لقيته هو والفرقه وراح عمل الشو ده، رحت انا مقلده. ومن ساعتها بقى كان حلم حياتي ان اعمل ده واطلع على نفس المسرح جنبه، على مسرح جنبه، ونعزف سوا. وقد كان بشوف بقى له كام سنه، من سنين بس حلم وانت فضلت وراه. حلم واصريت ان انت اكيد كنت عارف ان هو من لجنه التحكيم. كنت عارف انه من لجنه التحكيم وانت داخل مش داخل المسابقه، انت داخل بس اقدم ده تقدم دي. وبس مش عارف من المفاجاه اللي انا يعني الشرف الكبير اللي انا اتشرفت بيه، والمفاجاه كانت بالنسبه لي اللي مش مترتب لها ان هو يقول لي انا هطلع معاك. يعني عارف ان القلب تمام، هو كده كده اوريدي بيعمل مزيكا بالظبط، بس في الطب ممكن نستخدمها في ايه؟ يعني عارف مثلا في الاطباء البيطريين والحاجات دي بيعملوا ابحاث عن ان البقر ممكن يزيد انتاجه لو سمعته مزيكا ينتج لبن زياده. الفراخ لو سمعتها مزيكا ممكن تنتج لك بيض بكميه اكبر او بكواليتي احلى. بيستخدموا الحاجات دي. زائد ان مثلا الحيوانات او الحاجات المائيه اللي بتعوم، الحيتان والدلافين والكلام ده، هي بتعمل مزيكا جوه صفافير وبتاع وحاجات كده. صح. وده بيقول لك ده بيحسن مش عارف ايه، ده احساس بالسعاده، هو ادام بيعمل الصوت ده يبقى هو سعيد. طلعوا بيغنوا. بص يا دكتور، هي المزيكا عامه من وجهه نظري يعني ان المزيكا بتساعد او بتعالج البني ادم. ممكن نستخدمها كعلاج، تستخدم كعلاج تعالج البني ادم. انت تستغرب يعني اي حد ممكن سمعنا مثلا يعني مثلا حد عنده برد غني له في لا هي بس المزيكا ممكن تساعد. يعني انا هحكي لك على موقف شخصي. تمام. بصراحه يعني ماشي. هو انا بدي كورسات طبله وكده. الكلام ده كان من سنه بصراحه. والدة طفل يعني الطفل ده بيعاني من مرض التوحد. هي شافتني بعمل فيديوهات وكده، وشافت الولد نفسه، خدت ملحوظه ان الولد عمال ينقر على الترابيزه، كرسي، يمسك الطبق يعمل اي حاجه. شاطر. خدت الملاحظه دي، شطارتها خدت الملاحظه دي بالظبط، بتتابع ابنها كويس. خدت الملاحظه دي، راحت كلمتني رغم الموضوع 1 2 3 بس خلي بالك ايه الولد بيعاني من التوحد. ده ما بيتعاملوش مع اي حد، مش اي حد بيعمل له. في نفس الوقت انا اول مره اتحط في موقف زي ده. يعني انا مش يعني اول مره ما جربتش حاجه زي كده. في بدايه الامر كان الموضوع صعب. انا وافقت. في بدايه الامر كان الموضوع صعب جدا، صعب التواصل مع الولد، لان برضه زي ما حضرتك قلت مش بيدي المساحه، مش بيدي مساحه لاي حد. شويه بشويه ابتدى الولد يتجاوب. انا عايز افاجئك بحاجه، ان الولد بقى مشترك في الفرقه الموسيقيه بتاعت المدرسه كمان. يعني وصل لمرحله انه ممكن خلاص بقى انفتح بيتعامل مع غيره بالمزيكا بس عشان هو بيحب المزيكا. هي دي. فهي كانت المفتاح ان هو يخرج بره الحاله شويه اللي هو فيها. ده حقيقي. وده تم، والتغيير كان روعه، وكان تحدي بالنسبه لي. طبعا كان تحدي كبير، لان اول مره اتعرض لحاجه زي كده. لكن اولا واخيرا لوحدي ما عملتش حاجه، هو ربنا اللي طبعا هو ربنا هو سبب الاسباب. بالظبط. وكويس يعني برضو ما اظنش اي طفل عنده توحد لو جربت تلعبه ايقاع ولا حاجه كده ممكن ما يكونش انترستد، لان مش كله. هو لحسن الحظ ان هو الولد انترستد
ولحسن الحظ اكتر ان مامته خدت بالها، اه لان دي نقطة فارقة. ده فالتوفيق من ربنا، اه وطبعا حد اه شاطر الله زيك يخليك. وصبور وحمول، اه ويقدر اللي هو مش من اول لا سيشن مثلا يقوم ايه، لا ده لا ما بيتجاوبش معايا ده سلام احنا عليكم. قعدنا كتير جدا قعدت عشان معاه نعرف قد نتعامل. ايه؟ لا كتير كتير كتير، قعدنا كتير جدا. كنا مم. مثلا ممكن نتقابل مرة في الأسبوع مثلا، تمام. أو مرتين حسب حسب الوقت حسب والفضا والحاجات. كانت مرة مثلا على الأقل مرة في الأسبوع. مم. فابتدى يحب الموضوع، ابتدى في تجاوب. مش كده بس، ده ابتدى يبدع، ابتدى يشترك مع زمايله في المدرسة. دي نقطة حلوة. بقت اصلا المزيكا في دلوقتي مدارس يقول لك لو طفل عنده توحد، لا ما يجيش يحضر، ياخد دروسه في البيت اه ويذاكر في البيت ويجي على الامتحان. او لو يعني مثلا في كذا كيس عندها اوتيزم او توحد، يبقى ليهم فصل لوحدهم. ما انت برضو عزلتهم عن باقي بالظبط الناس، فانت ما بالظبط ساهمتش في علاجهم. بالظبط. فكون ان هو يعني يلاقي مفتاح يخرج بيه من ده ويروح المدرسة عشان حاجة هو بيحبها، اللي هي الاشتراك مثلا في فرقة موسيقية، اه دي حاجة حلوة جدا. ممكن تحببه في المدرسة بدل ما كان أصلا بيكرهها بسبب تنمر، بسبب ناس بتضايقه. هو يحب ده الموضوع حقيقي، جدا. بقى ليه دور، بقى ليه دور، بالظبط. بقى ليه دور. أصل أنت حطيته في المكان اللي هو هيفانكشن فيه أو يطلع فيه كل حاجة كويسة، صح لأن هو حابب. بالظبط كده، بالظبط كده، ده ممتاز. بالظبط. طلع يا جماعة الإيقاع فعلا بيعالج. ومش ايقاع بس، خلينا نقول برضه المزيكا. المزيكا. المزيكا ان في ناس اطباء نفسيين بيبقوا مستخدمين المزيكا في العلاج، مم. او مشغلين مزيكا اصلا اوريدي في عيادتهم. سوفت ميوزك بسيط خالص. تريلاكس وتهدى عشان تعرف تفتح قلبك، وفي نفس الوقت تعرف توصل للحاجات العميقة جدا اللي هي ممكن تكون سبب بالظبط المشكلة. بالظبط. طيب انت عارف انا نفسي في ايه؟ يعني من شغلي في المستشفى كده، نفسي يوم مثلا، اه ونفسي في كل الشغلانات يعني مش في المستشفى بس، اه اللي هو يوم واحد بس في الاسبوع، ما بقولكش تمام كل يوم، تمام لا يوم واحد بس اه نبقى بنتكلم فيه بالغنى. دلوقتي مثلا عندنا حالة اه عيانة، هنقول ان هي واحدة ست عيانة، تمام بنشتغل في التجميل. اه تمام، بنشتغل تجميل وسمنة. اه عندنا عيانة جاية تعمل تجميل، فالاستشاري بيسأل عليها مثلا. فنفسي الاستشاري يخش يسأل اه احنا الدكاترة الصغيرين بقى، أيوة. تمام، فيخش يسألنا وهي عاملة ايه دلوقتي، ومين هون عليها الوقت، قولوا يا عاملة ايه دلوقتي، ومين هون عليها الوقت، قولوا لي لو في صالحها اروح لها وصالحها، قولوا لي لو في صالحها اروح لها وصالحها، ظالمها وقلبي جارحها، اجلها ولا مش دلوقتي. وهي ليه ظالمها وقلبي جارحها؟ أصل هو واخد منها فلوس كتير فحاسس انه ظالمها مثلا، ولا عشان معورها؟ ما هو عشان شغال جراحه جراحة بس. معورها آه. فيا عيني ظالمها. مم. ف... مثلا فنقول له تمام والله الدنيا مية مية، يعني هنلاقي اغنيه ان شاء الله نرد بيه عليها يعني. يعني ممكن واحنا شغالين دلوقتي نفكر يعني طبعا. مثلا لو عاوز تطمن حد على حد اه فتقول له ايه؟ بطمنك يا حبيبي من أولها سكتنا لو أنا منها هنكملها، حلو ده. بس. وأهو وخلصنا الدنيا وقاعدين عمالين نغني وننبسط. او ممكن كمان لما نخلص ونبقى الدنيا مبسوطه ممكن نقول حاجه كمان. إيه؟ حلو المكان يا اصحاب زمان، جينا النادي ونغني كمان، الدلعين أيوه
معلش بقى احنا مش حافظين الكلام قوي يعني، معلش انا طبعا الاستاذ تامر حسني والراجل اللي مؤلف الكلام والراجل الملحن والموزع، احنا لخبطنا الاغنيه خالص، بس احنا حابين ان هي تبقى في الموقف ده. خلاص خلصنا شغل فنقول حلو المكان يا اصحاب زمان. طب اقول لك على حاجه دلوقتي، انا بس هبص على الورقه اللي احنا كاتبين فيها الحاجات، يعني ايه احنا عمالين نكذب على الناس ونقول ها هنقول ايه وتفتكر ايه وبتاع، احنا اصلا محضرين الحاجات فاهم، بس مش هنعمل زي باقي الانفلونسرز اللي يقول لك والله جات لي على الهوا والله العظيم، كل الحاجات دي بتبقى متحضره. اكيد طبعا. والله العظيم. مثلا العيان بص، الاستشاري شاف العيان فشاف ان العيان حالته كريتيكال، يعني ايه محتاج متابعه 24 ساعه 1 to 1، يعني انت قاعد قدام العيان سواء تمريض والدكتور قاعد ايه اللي بيحصل، تابعوا لي الضغط والنبض والحراره ومش عارف ايه وبتاع. فالاستشاري يقول للناس ايه، ده لو اتساب ليله ليلتين انا عايش في عذاب، ده لو اتساب ليله ليلتين انا عايش في عذاب. فالدكتور الصغير يقول له ايه، طب هعمل ايه دقيقتين بيشغلني وياخد العين ليلي يا عين، انا مش عجاب، طب واعمل ايه؟ صح هعمل ايه؟ هتقعد جنب العيانه لحد اما العيانه تبقى تمام، ايه اللي هتعمل ايه؟ مش شغلك يا ابني، ما تقعد جنب العيانه حبيبي واستحمل الدنيا، شغلك ايه ولا مش شغلك؟ لا شغل طبعا. تمام. طيب هيقول له ايه تاني؟ طيب بص اقول لك على حاجه، في اوقات كده بتشوف الدكتور مش يعني مظلوم، مظلوم الدكتور نفسه، مجال الشغل والدراسه والحاجات دي تظلمه. صعب يا دكتور. بص هو كل الشغلانات صعبه، يعني انا مش هقعد اقول لك انا اكتر واحد بقى اتمرمط في البلد ومش عارف ايه وبتاع، بس الناس فاكره ان هو برستيج قوي، ومش هو انت الدكتور واللي راح جه وعمليات ومثلا شغال في التجميل فيقول له انتوا على قلبكم فلوس قد كده، وهي مش كده. طب تعالى شوف بقى انت تعالى انت بتخرج عيل في ثانوي 17 سنه مراهق بريء، خدت لك 7 سنين كليه 5 سنين ماجستير، الكلام ده انت تنط من الكليه على الماجستير لما عندكش جيش 3 سنين في النص، حلو، وتتخرج من الكليه اللي هي 7 سنين ممارس عام، تقدر تفتح عياده، تقدر تفتح بس ما حدش هيجي لك انت، فتضطر ان انت تعمل ايه بعد ما تخلص الكليه اللي هي 7 سنين، تعمل ماجستير 5 سنين وبعدين تعمل دكتوراه مثلا سكه 7 سنين، فبتقعد لك قد ايه؟ 7 و7 14 حوالي 19 سنه، 19 سنه يا مؤمن. وطول الفتره دي هو بيمتحن، ما هو دي امتحانات ماجستير ودي امتحانات دكتوراه ودي امتحانات الكليه، غير لو هتعمل امتحان معادله بره قصه. فهم بيفضلوا ايه معلش بس اغشها، ارجع اغشها واجي تمام. دكاتره يتعلموا طول عمرهم يتعلموا، وعمره ما حسن خطه ليه مع انه اول دفعته. اللي عنده مهنه زي دي واخد صيت على الفاضي 100 خايف دايما من البكتيريا دهية، يتنطط بالمستشفى جلدية، ينام يقوم دي عيادة دي، ينام يقوم مستشفى دي، الله 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 عيني عليه. يتعلموا دكاترة يتعلموا، وعمره ما حسن خطه ليه مع انه اول دفعته. عمره ما حسن خطه ليه يا دكتور؟ صحيح ما هقول لك بقى، في ماده بناخدها في سنه 7 اسمها ماده الخط الوحش تمام.
دي كلنا بنخشها، انا الحمد لله ما ما حضرتهاش، حضرتش. فخطي حلو. دايما لما عيان يسالني يقول لي ايه ده، هو انت اللي كاتب ده؟ فاقول له اه. اصل من النوادر. هما ساعتها بقى بيشكوا ان انا دكتور، يقول لي لا انت اكيد مش دكتور، انت انت لازم يكون خطك وحش عشان تبقى دكتور. فعلا كل الروشتات اول حرف واخر حرف بس، اللي في النص بقى كلام فاضي يعني. وانت بقى ماله وشطارتك ماله بقى. اه يعني. انت بقى خلي الصيدلي يشتغل شويه، امال بياخد فلوس على ايه؟ طيب دلوقتي مثلا انا حابب اخد اجازه من الشغل. جيت على الجرح. نفسي اخد اجازه. نخش ناخد اجازه بطريقه شياكه كده. عندك طريقه؟ عشان نفسي اخد اجازه. بص، احنا هنجيب اطيب واحد في الوسط الفني، استاذ بهاء سلطان. حبيبي. تمام. حبيبي. ده حبيب قلبي. تمام. فاطيب واحد استاذ بهاء لما يجي مثلا يطلب اجازه من المدير بتاعه، ماشي، فهيقول له ايه؟ سمعني. ما انا هغش الاول واجيلك. اتفضل. ففي اغنيه لاستاذ بهاء شعللت الدنيا الفتره الاخيره، قال قال لك التقل خد اجازه. يا سلام. فاحنا بقى هنقلبها، مش التقل خد اجازه، امال انا نفسي اخد اجازه يومين. ايه الكلام؟ بقالي كتير ما سافرتش، عندي بؤس والام. المدير هنا لازم يرد. انت ما تاخد اجازه؟ يعني ايه تاخد اجازه؟ هيقول له ايه بقى؟ اتفضل يا ابن الشركه. يا ابن الشركه. على مكتبك هناك. على مكتبك هناك. اقعد هناك ده. يلا بينا. يلا بينا. انا نفسي اخد اجازه الكلام. انا نفسي اخد اجازه يومين الكلام، بقالي كتير ما سافرتش، عندي بؤس والام. اتفضل يا ابن الشركه على مكتبك هناك. كل لما افك بكلمه تيجي عليا، ده انا غلبان بالراحه شويه 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 علينا يا مدير. كل الرجاله دي جالهم حاله وبقيوا حمير، بالراحه شويه 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 علينا يا ريس. كل الرجاله دي جالهم حاله وكله مكيس، ودي سخنه يومين بفطار ومعايا ليلتين في البار. ودي سخنه يومين بفطار ومعايا ليلتين في البار، ومعايا حته يا ويلي يا ويلي يا ويلي ضرب نار، ومعايا زن الله، ومعايا ليلتين في البار، ومعايا حته يا ويلي يا ويلي يا ويلي ضرب نار. بس خلاص. طب ايه، ما تيجي نقسم لنا حاجه كده؟ نقسم حاجه طبعا. ايه؟ بس عايز اقول حاجه. ايه؟ عايز اقول حاجه صغيره خالص لاي حد بيتابعنا، ان انت ممكن يكون ربنا مديك موهبه المزيكا، تمام، او مديك ان انت تبقى دكتور، ايا كان انت دكتور ايه بقى التخصص بتاعك ايه. تمام. انت شطارتك ان انت مش ايه ازاي استفيد بقى واخد فلوس بقى وايه وابقى، لا مش كده. ازاي تفيد غيرك، هي دي الرساله بتاعتك. هو بص اقول لك على حاجه. ابسط حاجه في الدنيا، يعني اول واحد اخترع الشبشب ده، يعني لو هو كان بيدور على فلوس ما كانش نجح. صح. هو كان بيدور ازاي افيد الناس ان هي تمشي على الارض من غير ما تتعور. هو ده بس. يعني اقول لك على حاجه مثلا، اللي انت بتعمله في الافراح وهو اللي بيزود بهجه الناس وفرحه الناس، هو معلش هو مش الطبله دي مش ممكن بتاع الدي جي يشغلها، ما هي اوريدي موجوده في الاغنيه زي ما انت اصلا موجوده في الاغنيه. موجوده في الاغنيه الطبله. طيب اللي انت بتعمله ايه بقى؟ ان انت بتعمل جو حلو جدا بيفرح الناس جدا. تمام. وبتخلي الناس تهايبر اكتر وتفرح للعرسان اللي موجودين. ما هو اللي بيفرح مش العرسان بس، كمان المعازيم. بالظبط. فلما المعازيم يشتغلوا معاك وانت تهايبرهم وتلمهم وييجوا ويتصوروا معاك، انا بشوف الفيديوهات، ده بيفرق جدا في الليله بتاعت الاتنين العرسان اللي بيتجوزوا. كل الناس هتلاقي مثلا 1,000,000 واحد في مصر بيعزفوا طبلة، انت كنت فارق عنهم في ان انت بتضيف البهجة دي، فبتزود
الفرحه في الليله دي. ما هي بقى دي الرسالة ودي مسؤوليتي. بس ازاي تعمل ده، ازاي تأدي ده، طبعا بمساعدة ربنا، ازاي تعمل ده وازاي تعمل الجو ده، لدرجة ان مثلا ممكن بعد الافراح يجي لك مسج مثلا من العريس والعروسة تاني يوم مثلا يقول لك ايه، احنا عارفين نشكرك ازاي انت غيرت المود بتاع اليوم. هو ده. طيب انت فرحتنا، خلي بالك. هل انت كنت بقى في الاول بتسعى اللي هو انا هنزل فرح بطبلة لوحدي عشان اخد فلوس زيادة؟ لا خالص، ده هي يعني لدرجة ان عايز اقول لك يا دكتور، يعني بيجي لي مسجات يقول لك احنا كنا مكتئبين بس بنشوف الفيديوهات بتاعتك مثلا بتغير لنا مودنا. حلو. انت مثلا فرحتنا جدا فوق ما انت تتخيل. بس دي الرساله، هي دي الرساله، هو ده الهدف. هو ده هدفي بس وهي دي رسالتي. بعديه تيجي الفلوس. بعديه طبعا يبقى في طبعا الناحيه الماديه لازم، عشان اقدر استمر واقدر اجيب آلة واقدر اجيب مايك واقدر كل التفاصيل دي. فاهم قصدي؟ بالظبط. فاقصد من كلامي، ملخص الكلام، ان انت ليك رساله. طبعا انت ليك رساله ايا كان انت ايه، انت عازف موسيقي، انت دكتور ايا كان، انت دكتور ايه، مهندس ايا كان، انت ليك رساله، مش مخلوق وخلاص. في هدف ان انت اتخلقت، ربنا خلقك. وهتلاقي عندك يعني حتى لو ما عندكش موهبة الغنى ولا العزف ولا التمثيل، انت في عندك حتة برضه ممكن تكون بتعرف تتعامل مع الناس كويس. دي موهبة. دي موهبه. نختم بقى تيجي نقسم شويه بالطقطقة. تيجي نقسم شويه. يلا بينا. انت بس كنت ذكرت لي حاجه قبل كده وانت بتصور مسلسل النمر. مشهد كده حكيت لي عليه. ايوه قبل من فتره كده. بص يا معلم. في مسلسل النمر كان في يوم تصوير بتاع الفرح بتاع استاذ محمد عادل امام والاستاذه نرمين الفقي في شخصياتهم في المسلسل اللي هو النمر وشمس. تمام. حلو. المهم معلم، رحنا احنا اليوم ده، انا كنت رايح الساعه 9 بالليل بجهز وظبط البدله ومش عارف ايه وبتاع والشعر الحاجات اللي هي دي. والتصوير الساعه 11. تمام. رحنا الساعه 9 فلقينا في ناس قاعده على الستيج، قاعده عماله فرقه موسيقيه على الستيج بتاع الفرح. وقاعدين بقى كل واحد يقول له لا علي لي مش عارف ايه، لا وطي لي مش عارف ايه، طب تعالى بقى نعمل كذا. وقاعدين بقى، وطبعا مش ايقاعات بس، لا ده في مش عارف بتاع ايه بتاع كذا. فرقه ما شاء الله يعني كبيره يعني. وطلع بقى النجم مين؟ هو طبعا في النجوم في بتاع، بس انا بالنسبه لي نجم اليوم ده رضا البحراوي. عم رضا البحراوي. عم رضا صباح الفل يا عم رضا. واللي ملوش كبير يشتري له كبير. تمام. فهم بقى بيقعدوا يعملوا ايه في الاول على الستيج يعني؟ ليه بيقعدوا مثلا بيجوا بدري ساعتين 3 بيقعدوا يعملوا ايه؟ الفرقه الموسيقيه. الفرقه الموسيقيه لازم اي فرقه موسيقيه، خاصه انت بتقول لي فرقه موسيقيه عدد كبير. في بقى ساوند سيستم وفي موضوع وفي ترتيبات. طب الاغنيه دي نقدر نعملها ايه، هنظبطها ازاي؟ ده بالنسبه للمزيكا يعني. طب هنعمل ايه، هنبدا بايه، ايه ترتيب الاغاني؟ ده رقم 1. رقم 2 القعده بتاعت الفرقه دي هتقعد ازاي، بيرتبوا نفسهم. رقم 3 الساوند سيستم بقى، كل واحد ليه مايك وليه ظبطه مايك وليه مونيتور معين من السماعه اللي قدامه عشان يعرف يسمع نفسه، مش يسمع نفسه بس، يسمع نفسه واللي حواليه. فموضوع كبير. واللي حكى لك عنه وانت صدقته، جه وحكى لي عنك، بس انا هزقته. الله، انا عجبني السين كده. هو ده نعمل تك 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 بوم. ما هي دي على طول. طب ايه، تيجي نقسم لنا حاجه؟ يلا بينا.
الله يا دكتور الطبلة يا عالمي. فكرتني يا دكتور بكلمة دكتور الطبلة دي. موقف أخير بس عايز أحكيه لك. يلا بينا. داخل فرح وابتديت بقى خلاص شلت الطبلة على الحزام كده والمايك وابتديت لسه ببتدي لقيت حد نازل ايوه يا دكتور. حبيبي انا مش دكتور انا مرشد سياحي بس انا طبلة. فمن ساعتها بقى لقب الدكتور بس انت عشان النضاره والشعر القصير يعني كنت شعر انت فعلا شكلك دكتور اكتر مني يعني. لعب التاتوهات والشعر والجنان ده ما فمعروف في الوسط دكتور الطبلة. جه دكتور الطبلة خلص. انت قلت لي انت كنت مرشد سياحي كنت بتعمل حاجه. استنى انت قلت لي ان انت اصلا مرشد خريج جامعة حلوان واشتغلت مرشد سياحي فترة بسيطة جدا 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 يعني. بس عملت فيها حاجه مؤثره. انت عارف ان انا بحب المزيكا بدخل المزيكا من في زمان. اي حاجه. انا عارف يا جماعه من انا كنت في اولى اعدادي وكنت بشوفه في الكنيسه كان بيمثل وكان بيلعب مزيكا وكان بيرنم في الكورال وكان بيحفظ ألحان وما كانش بيلعب طبلة بس كان بيلعب طبلة ولسه لحد دلوقتي طبلة دف كاخون بونجات اي آلة إيقاعية اي آلة إيقاعية والدرامز ما جربت شوية بس ما كملتش. وعود وقانون. مين قانون؟ مين اخوك؟ بلعب عود شويه. انت بتلعب عود شويه كنت ناي جربت حاجه نفخ جربت بس ما كملتش. هو ده الايقاع الآلات الإيقاعية مش طبلة بس الآلات الإيقاعية بس. المهم ايه كان عندنا شغل حلو وعندي زي حفلة سمر كده يعني حاجه ترفيهيه للاجانب يعني. تمام. فلازم في حاجه طبعا مختلفه. طب اعمل ايه؟ فانا كان معايا اليوم ده الدف مش عارف ولا الطبله حاجه زي كده. تمام. وطبعا عرفتهم بنفسي وعرفتهم ان انا بلعب شويه مزيكا يعني. فرحت ماسك الطبله وكان معايا غالبا حد دف واخد بالك ورحنا ايه عاملين ايه جمله ايقاعيه كده. حلو. مثلا كمل يا دكتور كمل يا دكتور. خليت حد مثلا يعمل ايه بقى مثلا ناس تعمل كده وناس تانية تعمل ايه بقى مثلا ناس تالتة ملهاش حاجة نعملها. طب ممكن نعمل ايه؟ ممكن ندبدب على الارض عندي 3 جروبات. عندي جروب تاني بقى مش لاقي له حاجه. جبنا ازاز بلاستيك كان برضه في مكان فيه رمل حطينا الرمل في الازاز البلاستيك دي مش كلها يعني انتوا ناقصين واحد فوكال بس وكنتوا خلاص عملتوا اغنيه. يعني عايز اقول لك ما حدش تتخيل مدى الانبساط والطاقه اللي طلعت في الوقت ده ما تتخيلش.